السلام عليكم، وانا كرار، وبهالفيديو راح احكي عن الجويستيك الإليت 2. وهالفيديو يتضمن مميزات وعيوب وسعر ومقارنة. الجويستيك تم اصداره قبل 6 سنين الى 7 سنين، وهو افضل جويستيك حاليا بالسوق. مميزات رئيسية لهذا الجويستيك: تصميم احترافي وقابل للتخصيص، عناصر قابلة للتبديل مثل الجير وغيره، إضافة لأربع أزرار خلفية، تتحكم بسرعة الRT والRT يدويا. أزرار جانبية تقدر تخصصهن عن طريق تطبيق اكس بوكس اكسسوارز، اعتقد هيك اسمه، ما ادري خطأت لو لا. جويستيك قابل لحفظ الاعدادات عن طريق البروفايل، يعني تسجل بروفايل باسمك، تخلي اعداداتك الخاصة للجويستيك، تسجل اعدادات صديقك او لاخوك، تخلي كل من اعداداته للجويستيك، وكل اللي يلعب بالبروفايل الخاص بي. تقدر تضيف 3 بروفايلات. من ضمن محتويات الجويستيك تجي بطارية قابلة للشحن تدوم حتى 40 ساعة لعب متواصل بالشحنة الوحدة. الجويستيك مصنوع من مواد مطاطية متينة تمنع الانزلاق. أزرارها وأذرعها أسرع بكثير من الجويستيك العادي، وأكيد تربط بلوتوث أو واير. الجويستيك يشتغل على الوين وعلى سيريز وعلى الويندوز أيضا، يعني الحاسبة. والفرق بينها وبين الجويستيك الإليت سيريس 1: تفرق بالوزن 3 غرامات، وتفرق بوقت التشغيل للبطارية 10 ساعات. خير من الله. الإصدار الأول يدعم وايرلس اكس بوكس فقط، يعني مو بلوتوث. بالنسبة للأسعار كلش متشابهة ومتساوية تقريبا. الإليت 1 تقريبا يطلع سعره من 45 إلى 100 ألف حسب النظافة. الإليت 2 راح يكون سعرها من 60 إلى 120 ألف حسب النظافة، مستخدم وجديد. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لايك وشير، ونشوفكم على خير.